بص انا اللي يعرفني كويس عارف ان انا يعني بص مش ضد الست في حاجات كتير، وضد مشاركة الست في حاجات كتير. ومن الناس اللي ممكن تقول لك الست انا عايزة تقعد في البيت ما تنزلش، والراجل هو اللي يبقى شغال وبيعمل كل حاجة. لكن خلاص احنا دلوقتي بقينا في مجتمع ان الست ليها دور كبير، ولما شاركت في بعض الحاجات اثبتت ده، واثبتت ان هي قادرة تشارك بشكل كويس وتنجح. وشفنا ستات كتير نجحت في مجالات بقى كتير مختلفة، سواء مجال رياضي، مجال طبي، مجال سياسي، مجال اقتصادي، مجال صناعي. شفنا الستات لما دخلت في بعض الحاجات شفنا هي نجحت قد ايه، وبقى ليها دور مؤثر بشكل كبير ازاي. وقبلنا ده، وقبلنا وجودها معانا على الساحة، او وجودها معانا في بعض المجالات. فخلاص هي ما دام موجودة يبقى لازم ندعم ده. خلاص انت وافقت من البداية ان ده هو يبقى في مشاركه او في مساواه بين الراجل والست، فلازم تبدا تدعم ده وتخلي ده يظهر بشكل مناسب وشكل كويس. من كام يوم كده حصل موقف، لاعبه حارس مرمى نادي الزمالك سيدات، حصل موقف معاها كده. المفروض ان هي الكوره كانت ماسكاها وطلعت منها ضربه ركنيه، وجابت الكوره وكانت عايزه تكمل لعب والكلام ده. بيحصل حاجات اصعب من كده، خد بالك، في الدوري المصري. حصلت مره حارس صد كوره بره منطقه ال 18 بايده وكمل، والحكم ولا خد باله ولا اللاعب خد باله. يعني عايز اقول لك المذيع نفسه ما خدش باله، الناس كلها ما خدتش بالها من اللقطه. وبيحصل كوارث كتير قوي في الكره المصريه في الدوري الممتاز، رجاله مش سيدات. طيب احنا خلاص وقبلنا ده، وقبلنا ان في كره نسائيه موجوده، فانت حاجه من الاثنين: يا تساعدهم على التطوير ويظهروا بشكل كويس، لان دي بطولات ممكن توصل المشاركه في افريقيا، مشاركه في كاس العالم. منتخب مصر ده ممكن يشارك في كاس العالم السيدات، ممكن يشارك في افريقيا للسيدات. فانت ما دام قبلت ده يبقى يدعم صح، وتنتقد انتقاد بناء يخليها تطور نفسها. يا اما ما كنتش تقبل ده من البدايه وتقعد تطلع تتريق عليها وتطلع تكسر في نفسيتها وتكسر في كل حاجه بتحصل. لا، هو خلاص قبلنا وجودهم يبقى ندعمهم صح ونشجعهم صح، يا اما نلغي الموضوع كله. انما هطلع بقى اتريق عليها، ما هو ده في البدايه طبيعي. هم لسه بيمارسوا الدوري ده. انا عايز اقول لك ان ده اول موسم يبقى فيه 18 فرقه مشاركه في الدوري الكره النسائيه. الاهلي اول سنه دي، اول موسم السنه دي يشارك. فالدوري يعني ده حاجه لسه جديده على البنات، حاجه لسه جديده على الكره المصريه عامه. فيا ريت نشجعهم، ما دام قبلنا وجودهم يبقى نشجعهم صح. يا اما كنا ما نقبلش وجود الكره النسائيه من الاول خالص. لكن انا طلب من الناس اللي مختصه بامر الكره النسائيه، لازم يطوروا شويه في الموضوع، لازم يبداوا يفهموا البنات والسيدات اللي بتمارس الكره ان هم في حاجات معينه كده لازم يفهموها. رولز، قوانين كره القدم مهم جدا يفهموها، مهم جدا يبداوا يدرسوا ويطوروا في نفسهم، سواء كانوا مدربين او مدربات او ايا كان اللاعبات نفسها تطور نفسها في الحته دي، عشان ده يعني مهم جدا ومطلوب الفتره الجايه، لان هي خلاص بقت موجوده على المستوى العالمي بشكل كبير.